العلماء ورثة الأنبياء، لأن هذه الأمة لا نبي فيها بعد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، فمن يرشد الناس، من يهدي الناس، من يبين لهم دينهم، من يتحمل المسؤولية فيه. أخونا يسأل ويقول: هل الإنسان ملزم باتباع مذهب معين؟ وهناك كتاب عنوانه اللامذهبية، أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية. هل اللامذهبية بدعة؟ المذهبية ليست لازمة، ومن قال إنه يلزم الناس أن يتمذهبوا مذهب أحمد أو مالك أو الشافعي فقوله غير صحيح. المذاهب جديدة حدثت بعد الصحابة وبعد التابعين، فليست لازمة لأحد، إنما هي أقوال علماء اشتهروا ودونت أقوالهم فاشتهرت المذاهب، فأحمد رحمه الله ومالك رحمه الله والشافعي رحمه الله وأبو حنيفة رحمه الله علماء من جنس الثوري من جنس الأوزاعي من جنس إسحاق بن راهويه. فكما أنه لا يلزمنا أن نأخذ أقوال الثوري أو ابن عيينة أو إسحاق أو أوزاعي أو غيرهم، فهكذا لا يلزمنا أن نأخذ قول أحمد أو مالك أو الشافعي أو أبي حنيفة، ولكن ننظر في مسائل الخلاف، فما وافق الحق من أقوالهم أخذناه وما خالفه تركناه، وما أجمع عليه العلماء وجب الأخذ به ولم يكن هناك عذر في مخالفته. ما أجمعوا عليه وجب الأخذ به والتمسك به، وما اختلفوا فيه وجب عرضه على الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فما وافق الكتاب والسنة أخذناه وما خالفه ما تركناه. وقول من قال اللامذهبية هذا إن أراد أن لا يجب تمذهب وليس بلازم هو صحيح، وإن أراد أن لا يجوز أن ينتسب فليس بصحيح، يجوز أن ينتسب الإنسان إلى أن يكون شافعيا أو حنبليا أو مالكيا أو حنفيا لأنه نشأ على ذلك وتعلم على مشايخهم ونحو ذلك، لا بأس أن ينتسب. الانتساب لا يضر، إنما المهم ألا يقلد ويتعصب، بل متى ظهر الحق أخذ به ولو في غير مذهبه، لا يجوز التعصب والتقليد الأعمى. فإذا أراد من قال اللامذهبية مراد أن ألا تعصب ولا تقليد أعمى هذا صحيح. أما إن أراد أنه لا يجوز الانتساب إلى هذه المذاهب هذا مخالف لما عليه أهل العلم ولا وجه له. إنما المنكر التعصب لزيد أو عمرو ولو قال خطأ، والتقليد الأعمى الذي ليس معه نظر ولا تفكير في الأدلة هذا هو الممنوع. وأما كون ينتسب لمذهب لكنه يخالفه فيما خالف الحق ويأخذ بالحق مع من كان